أم وبنتها عايشين مع بعض لوحدهم. في يوم البنت كانت عايزة تسافر مع صحابها ومامتها ما كانتش راضية. البنت زعقت وكلمت مامتها وحش بصوت عالي. مامتها فهمتها إنها لسه صغيرة وإنها بتخاف عليها. البنت سابت مامتها بتتكلم ومشيت وما سمعتش كلامها. الأم من الصدمة تعبت ووقعت على الأرض. البنت سمعت صوت مامتها، جريت لقيتها على الأرض، خافت عليها. اعملوا لايك وسبسكرايب وشوفوا هيحصل ايه. حاولت تساعدها انها تقوم عشان توديها المستشفى. الدكاترة كشفوا عليها والحمد لله طلعت كويسة. البنت حست بالذنب وعرفت انها اتكلمت وحش مع مامتها بصوت عالي، واتأكدت ان مامتها خايفة عليها عشان بتحبها. اتأسفت لها ووعدتها انها تتكلم كويس وتسمع الكلام بعد كده. رجعوا البيت مع بعض واطمنت على مامتها، وعرفت إن الأم أكتر واحد في الدنيا بتخاف على بنتها.